في بداية ما دخلت الجيم وكده الاقي واحد مثلا يشوفني يقول لي بس انت جيناتك حلو، واحد تاني يشوفني يقول لي بس انت جيناتك وحشة. واشوف الموضوع ده في الجيم يقول لك الشخص ده اتطور بسرعة علشان جيناته جبارة، والشخص ده ما اتطورش عشان جيناته مش قد كده. فدايما كنت بسمع الموضوع ده بشكل يخوف، وكنت ابحث دايما على اليوتيوب على موضوع الجينات، ازاي اعرف ان جيناتي حلوة، ازاي اعرف ان جيناتي وحشة. وكنت شاغل نفسي بالموضوع ده بشكل جبار جدا. ففي الفيديو بتاع النهاردة هقول لك على 3 علامات لو موجودة عندك فانت جيناتك جبارة. واقول لك برضو هل في ال3 علامات دول في علامات عندي انا شخصيا. فهات لك حاجة تشربها، الفيديو ان شاء الله مش هيطول، وتعالى اتفرج على الفيديو. ولو اول مرة تشوف فيديو من النوع ده، اول مرة تشوفني، فانا اسمي خالد ناصر، مصاب بمرض السكر بقالي حوالي 5 سنين، بشارك تجربتي مع مرض السكر وكشخص بيتمرن. فلو انت شخص بيتمرن فالفيديو ده هيفيدك جدا. لو انت شخص مصاب بالسكر فالقناة دي هتفيدك جدا. لو انت شخص مصاب بالسكر وبتتمرن فالقناة دي اكتر قناة ممكن تفيدك على وجه الارض. فيلا نبدأ في الفيديو بأول نقطة. وأول نقطة بتقول لك بكل بساطة الاستجابة للتمرين. استجابة الشخص للتمرين. تلاقي شخص يدخل الجيم لمدة 3 شهور عمل نتيجة جبارة، يعني وصل لمستوى جبار، أو مش مستوى شخص بيتمرن بقاله 10 سنين، خلينا نكون واضحين. بس بتلاقي استجابته في التمرين جبارة، بتلاقي أوزانه عالية. يعني أنا كنت شفت بودكاست للموضوع بتاع كابتن الضوي مع كابتن لا، كابتن الضوي مع كابتن انفورما، تمام انا اسف. كابتن الضوي مع كابتن انفورما. فهو كان بيحكي له ان هو كان الاوزان اللي بيشيلها تقيله، فدي يعتبر حاجه ليها علاقه بالاستجابه، ان انت الاوزان اللي بتشيلها تقيله، تشيل اوزان شخص بيتمرن بقاله فتره. وبرضه تطورك العضلي بيكون سابق ناس بتتمرن نفس الفتره. يعني بتخش انت وصاحبك الجيم، بتبص بتلاقي انت بتشيل اوزان اتقل منه وبتتطور عنه. لو انت الاتنين موجودين عندك، اوزانك بقت تقيله اكتر منه وبتتطور اكتر منه، فصدقني انت كده، ده اول علامه بتقول ان جيناتك جباره. يعني انا عن نفسي الموضوع ده عندي نوعا ما الحمد لله بفضل الله. بس في موضوع الزياده العضليه، يعني انا مقتنع اقتناع تام وكل الدراسات بتقول كده، علشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم في خيال علمي. ان انت علشان تزيد عضلات محتاج تزيد قوتك، لازم اوزانك تزيد علشان تزيد عضلات. بس انا شخص الحمد لله الحمد لله اوزاني مش بتتطور بالشكل اللي في دماغك. لو شفت اوزاني هتقول اوزان قليله جدا، ما عدا في الرجل، يعني بشيل فيها اوزان عاليه، بس مع ذلك الحمد لله بتطور وبزيد عضلات. ووزني دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه داخل على 87 كيلو بفضل الله. وعملت التحول من الشكل ده للشكل ده في حوالي هنقول سنه، سنه ونص. بس التزام وعمر تدريبي حوالي سنه. ده الوقت اللي انا اتمرنته فعلا بالتزام، نظام غذائي ونظام تدريبي ونوم مظبوط بفضل الله. وصلت من الشكل ده للشكل ده. وانا برضو مصاب بالسكر، فالموضوع يعني للمصابين بالسكر بيكون اصعب. فانا دي علامة بتقول ان الجينات عندي كويسة الحمد لله في موضوع زيادة العضلات. تاني نقطة واللي هي شكل العضلات، ودي اللي ناس كتيرة غافلين عنها. لو انت عندك النقطة الأولانية اللي هو استجابتك جبارة وبتتطور وبتزيد عضلات بشكل جبار، بس في نقطة، والنقطة دي لو موجودة عندك انت لعيب ممكن تلعب بطولات. ممكن تلعب بطولات، ودول الناس اللي بيلعبوا في مستر أولمبيا. شكلك مريح للعين، يعني شكل عضلاتك مريحة للعين. شكل الشيست عندك تدويرته، شكل اللاتس عندك، شكلك عامة وشكل عضلاتك وشكل أكتافك، شكلك متناسق. اللي شايفك مرتاح، اللي شايفك مبسوط وهو شايفك. زي مثلا كريس بامستيد. كريس بامستيد هو يعتبر مش اضخم لاعب كمان اجسام على وجه الارض، بس من ناحيه الشكل هو شكله جميل جدا جدا جدا. وبالنسبه له رومون دينو شكله احسن منهم كلهم، لانه هو ما شاء الله يعني منظره جميل مريح للعين. فده علامه بتقول ان الجينات بتاعتك كويسه جدا لو شكل العضلات عندك كويس. ودي حاجه الحمد لله الحمد لله كانت في صالحي، ان انا شكل العضلات بتاعي كويس، رغم ان انا مش ضخم ورغم ان انا مش في حتة تانية. بس الحمد لله الشكل العضلي عندي كويس وشكل عضلاتي كويسة، حتى وانا نسبة دهوني عالية شوية نوعا ما. يعني مثلا انت ممكن تشوف شخص ضخم جدا مثلا وعنده عضلات كبيرة جدا، وشخص تاني اقل منه، وانت فاهم ان الشخص اللي اقل منه ده عنده عضلات اقل، بس مع ذلك انت عاجبك شكل الشخص الاقل، وشكل العضلات بتاعته مريحة، وشكله ان انت حابب توصل له. وده كنت شفته في الجيم مع واحد معاه في التمرين اسمه بيشو. بيشو ده كان حجمه كده يعني قريب لحجمي، وكان في ناس معانا في الجيم ضخمه قوي، بس انا كنت
حابب اوصل للشكل ده، ولحد دلوقتي مقتنع ان هو شكله كويس، لان انا عامه ما بحبش البني ادم انه يكون ضخم زياده عن اللزوم. طبعا انت هتستغرب، هتقول لي بتتمرن ده انت كده عايز توصل لضخامه جباره. لا، انا بحب الشخص يكون شكله مريح للعين طول ما هو مش هيخش بطولات وكده ولا كده، يعني مش هتوصل للضخامه الجباره. يعني ما يعني انت لو مش عايز، انت برضو لو نفسك مش هتوصل. فلو انت عندك شكل عضلي كويس فانت كده جيناتك كويسه جدا. وبرضه عايز اذكر لك نقطه، موضوع الشيست بالذات، ممكن تلاقي شخص جسمه كله جميل بس تلاقي حته من الشيست عنده هنا تلاقيها يعني زي رايحه كده، تحس ان هو في حاجه غلط فيه، التدريبه بتاعته مش كامله. فساعتها ممكن يخسر في تحكيم الفيزيك او تحكيم ايا كان الفئه اللي بيلعب بيها بسبب الموضوع ده. وتالت نقطه ودي ما حدش بيتكلم عليها، واللي هي التعافي من التمرين او الريكفري، الاستشفاء، ايا كان انت عايز تقولها ايه. الموضوع ده ما كانش في صالحي نوعا ما. بس خلينا نتكلم عن ايه استشفاء. استشفاء يعني سرعه ان جسمك، ان انت ممكن مثلا لو لعبت عضله انك تيجي تلعبها تاني ببساطه. انك مثلا بتلعب مثلا بنج مثلا، ايا كان ايا كان العضلات اللي انت بتلعبها، فممكن شخص يبقى لاعب معاك نفس الاشكال بنفس الاوزان بنفس الشده بنفس كل حاجه، بس تلاقيه حصل له استشفاء اكتر منك. طبعا الموضوع ده ملوش علاقه بالجينات 100%، ده علاقه برضه بنومك، اكلك، الخ نسبه البروتين اللي انت بتدخلها، الحجم التدريبي اللي انت بتلعبه في الجيم، يعني لها علاقة بكل الموضوعات دي كلها. بس لو انت شخص بتتمرن، وده اللي انا كنت بشوفه ايام ما كانت الناس بتلعب عضلة واحدة في اليوم وكانوا بيلعبوا 60 شكل، كنت بشوف ناس الاستشفاء عندهم جبار. يعني ممكن الاقيهم بعدها ب3 ايام ممكن يروحوا يلعبوا تاني. ودول اكترهم انت بتشوفهم في الجيمات البلدي اكتر، اللي هو يبقى ما شاء الله عليه ضخم جدا جدا جدا، بتمرن له بقاله 20 سنة وبيجي يتمرن اشكال كلها غلط، بس مع ذلك ما شاء الله الاستشفاء عنده جبار. ودي علامة بتقول إن الشخص ده جيناته كويسة، لأن الهرمونات اللي هو الناس بتاخدها علشان لاعبي كمال الأجسام اللي هم يلعبوا في مستر أولمبيا إلخ، أي حد بياخد هرمونات بتساعده على الاستشفاء. في ناس تبقى رباني كده من عند ربنا، ودي حاجة بتبقى كويسة جدا إن الاستشفاء عندهم بيبقى كويس. الموضوع ده ما كانش في صالحي، لأن أنا الاستشفاء عندي مش 100% كويس. بس مش كل جسمي، في عضلات وعضلات، وأنت ممكن تكون كده. يعني أنا مثلا عندي الساعد هنا، آه الاستشفاء عندي فيه متدمر. انا الساعد ما بلعبوش من كتر ما في حمل بيروح له، يعني حمل غير مباشر بيروح له وجسمي ما بيعرفش يعمل استشفاء منه. فانت مستوعب يعني هو مش بلعبه وبيروح له حمل غير مباشر في تمارين الظهر، وانا لابس شدات فما بيحصلوش استشفاء، فهي في عضلات وعضلات. ومثلا نقول البنج عندي اللي هو الشيست ايا كان انتوا بتسموه، بيكون يعني الاستشفاء فيه كويس. الظهر عندي الاستشفاء فيه كويس الحمد لله. بس في عضلات وعضلات مثلا زي عضلات الباي عندي الاستشفاء فيها مش 100%، التراي كده. فبتلاقيها بتختلف من شخص للتاني. بس ممكن تلاقي شخص لو اتمرن ايا كان اللي هو يتمرنه، لو اتمرن 60 مجموعة سكوات تاني يوم بصحى من النوم بيرفكت ولا كأنه اخد تستوستيرون. فبس كده، دول كانوا الثلاث حاجات. اول حاجة واللي هي الاستجابة، وتاني حاجة واللي هي شكل العضلات، وتالت حاجة واللي هي التعافي او الريكفري. فاكتب لي في الكومنتات عندك كام حاجة من الثلاث حاجات دول. لو عندك واحدة فانت هنقول مش يعني جيناتك مش 100%. ولو انت عندك اتنين فانت ما شاء الله كويس. لو انت عندك التلاتة فانت انسان ما شاء الله في حتة تانية بمعنى الكلمة. وعايز اقول لك كلمة في الاخر، الجينات مش بتحدد اذا كنت هتوصل لفورمة ولا لا. الجينات معناها انت هتوصل اسرع ولا لا. زي ما فهمنا الموضوع مش عبارة عن حاجة واحدة، الجينات لها علاقة بكذا حاجة، والثلاث حاجات اللي بقولهم لك دول مش 100%، في حاجات تانية كتير جدا جدا. بس انت في كل الحالات لو استمرت فترة في التمرين، بعد سنة تمرين التزام، اكل صحي، نوم، كله 100%، انت هتوصل لمستوى جبار. ومش عامل الفيديو ده علشان تقارن نفسك بناس تانية، ولا عشان اقول لك انت جينتك وحشة، ولا عشان تبكي لا انا جينتي وحشة مش هكمل، ده انا عايز اروح مستر اولمبيا. سيبك من الكلام ده كله، وهنعمل ان شاء الله فيديو عن البطولات. انا ما رحتش بطولات، بس بسمع الناس بتروح بطولات وفاهم يعني في الموضوع بشكل يعني شوية نوعا ما، وفاهم ان الموضوع يعني مش هيعمل لك الموضوع اللي في دماغك. فعامة قولوا لي في الكومنتات لو عايزين اعمل لكم الفيديو ده، واعمل لايك واعمل اشتراك. ولو عايز تستفسر عن التدريب الاونلاين والاستشارات الاونلاين، سايب لك في الديسكريبشن لينكات الواتساب والانستجرام. ابعت لي رسالة وابعت لك كل التفاصيل. التواصل معايا بيكون شخصيا، مفيش اي شركة، مفيش اي حد شغال معايا، انا شغال مني ليك اخ لاخوه. بس كده، ويلا بينا نقفل الفيديو ده. ان شاء الله ما كنتش غلط عليكم، وان شاء الله يكون استفدتوا. ابعت الفيديو لأي شخص انت شايفه جيناته حلوة، وقول له كل العلامات مطابقة عليك. وبس كده يا وحوش، سلام.